ازيكم يا جدعان؟ النهاردة فيديو جديد وشرح مهمة جديدة طلبت مني اكتر من مرة، وهي مهمة لا توقفني. بناء على طلبكم في التعليقات هشرح لكم المهمة، لان معظم الناس مش فاهمينها، ولكن في الفيديو ده هشرحها لك بالتفصيل. زي ما انت شايف كده في السيرفر بتاعنا مش محددين ليك كام كل عشان تقدر تعملها، ولكن بعد تدوير قدرت اجيبها من سيرفر تاني، ودي صورة السيرفر التاني. محتاج 6000 كل. اول 2000 كيل هتاخد 100 نقطة، وبعد كده 4000 كيل ب150 نقطة، و6000 كيل بتاخد 200 نقطة عشان تقدر تحصل على الشعار الجامد جدا ده. يا جدعان الشعار ده نادر جدا، مش هتلاقيه مع ناس كتير. والنهاردة هشرح لكم كل الأوضاع اللي ينفع فيها الطريقة. وأول حاجة في كلاش سكواد، وبعد كده باتل رويال مصنف، وباتل رويال عادي، وكلاش سكواد عادي. هنجرب أول حاجة في كلاش مصنف. كان معانا 3700 كل. هنخش بقى نجيب كلات، هنشوف هتنضاف ولا لأ. وده أول كل يا جدعان معانا، وتاني كل. أهم حاجة كلات مش شرط هدات. ودي تالت كل. كده عملت 3 كلات فقط في الجيم ده. زي ما انت شايف كده هنطلع نشوف نضاف ولا لأ. زي ما انت شايف كده نضافوا بكل سهولة يا جدعان. تعال نشوفها بقى في الكلاش سكواد العادي وليس المصنف. وده أول كل معانا. كده أول كل معانا، هنشوف هتزيد ولا لأ. والتاني اهو كان بيفجر نفسه بقنبلة باينة ومش عارف بيعمل ايه ده. مالك يا ابني في ايه؟ كده جبنا كلين. خش بقى نجيب الكل التالت، ونخش على الكل الرابع. اهم حاجة الكلات، مش شرط الهيد ولا اي حاجة. البربرة مفيش زيها في المهمة دي. نجيب 5 كل معانا، وساتت كل برضو ما يخسرش. نخش نجيب السابع من جوه. زي ما انت شايف كده بربرة، كله بربرة يا جدعان، مفيش ضربة حمراء. برافو، كفو عليا. وادي 8 كل كده عشان نفوز ونخلص من الجولة دي، ونطلع نشوف هنضاف ولا لأ. كده طلعت ب8 كلات يا جدعان، هنشوفهم مع بعض دلوقتي. 8 كلات، وانا خدت نجم المباراة. وزي ما انت شايف كده معايا 8 كلات. هنطلع نشوف نضاف ولا لأ، وهنيجي نشوف هنلاقيها ما نضافوش معانا. نروح نجرب بقى في الباتر رويال مصنف. يلا يا جدعان، أول كلات فين؟ نبحث عن أول كل. وده أول كل معانا. الصراحة لعبة أسطوري، كان هيجيبني بس الحمد لله جبته. خش على تاني كل معانا، وجبت التاني. ونروح بقى ندور على التالت، هو مستخبي جوه. نجيبه برضه بالبربرة كده. والكل الرابع هيدخل لنا برجليه. زي ما انت شايف كده يا جدعان، زي ما انت شايف كده جبت 4 كلات واتغيرت من ورا، مش مشكلة. طلعت ب4 كلات، وهنطلع نشوف نضاف ولا لأ. هل هو نضاف يا جدعان؟ وكده خش بقى نشوف البيت الرويال العادي وليس المصنف. هتنزل مع بوتات كتير، افضل قتل فيهم ويقتلهم ودعسهم، فجرهم، غزهم، فجر راسهم. وهنطلع نشوف كده بعد ما نجيب خلص 19 كيل، نطلع نشوف نضاف ولا لأ. وزي ما انت شايف كده ما نضافوش. كده شرحنا 4 أوضاع، لسه وضع واحد فقط عشان نكون شرحنا كل الأوضاع، وهو وضع الذئب الوحيد. وده أول كيل معانا هداية عظمة كده بالنسر. وتاني كيل برضه هداية عظمة بالنسر. وتالت هيد بالام 40. والسباس برضو ما يخسرش كل هدات. انا هاكر انا عارف. نطلع نشوف بعد 5 كيلات هنشوف نضافوا ولا لأ. زي ما انت شايف كده ما نضافوش معانا برضو. كده شرحنا كل الأوضاع اللي ينفع فيها تعمل المهمة دي، وهو الوضع المصنف فقط. يعني الأوضاع العادية مش هتنفع. يعني كلاش مصنف هينفع، وباتل رويال مصنف هينفع، ولكن الباتل رويال العادي مش هينفع، ولا الباتل رويال العادي برضو مش هينفع، ولا الذئب الوحيد. يعني أهم حاجة تلعب مصنف عشان المهمة دي تتعامل معاك. وبس كده يا جدعان، وصلنا لنهاية الفيديو. متبخلوش علينا باللايك والاشتراك. سلام.